بس أنا جاي أقول لك إنك لمّا بتعمل الحاجة اللي أنت بتحبها جنب شغلك دي، سواء هواية أو حاجة بتطوّر نفسك فيها وبتتعلم، دي حاجة أصلًا كفيلة إنها تحسسك إنك مش عايش وخلاص. قبل موضوع الفيديوهات اللي أنا باعملها دي، بالرغم يعني إن لسه في البداية وما فيش أي نجاح اتحقق، بس عايز أعترف لك إني كنت مش حابب شغلي ال9 ساعات ده وكنت كارهه جدًا. اكتشفت إن أنا كنت فاكر إن أنا مش باحبه، هو الموضوع طلع مش حب وكره أصلًا الحقيقة، هو بس علشان إني كنت حاسس إني مش باعمل حاجة في حياتي غير المفروض عليّا، فده كان بيخلّيني ساخط دايمًا على أي حاجة روتينية مُجبر عليها، وكان مخلّيني طبعًا أغلب الوقت نفسيتي مش أحسن حاجة زي كتير مننا طبعًا. معنى كلامي إنك الحاجة اللي بتعملها بجانب شغلك دي بتكسّر لك الروتين، كمان بتحسسك إنك بتعمل حاجة ومش مجرد إنك عايش كده في وظيفة وخلاص، والموضوع ده كمان هيقلل عندك جدًا حتة جلد الذات وإنك دايمًا بتلوم نفسك، كمان بيحسسك كده بالإنجاز ويخلّيك كمان تعرف تنظّم وقتك وبيعرّفك قيمة الوقت. أنت كمان أكيد عندك وقت ضايع كتير جدًا في يومك، ليه ما تتعلمش عن الحاجة اللي أنت كنت بتحبها؟ صدّقني الموضوع ده هيغيّر في حياتك كتير جدًا وفي نفسيتك. شوف بتحب إيه يكون مفيد ليك وابدأ خصّص له وقت ولو بسيط جدًا في وسط يومك. لازم تغيّر روتين حياتك لو أنت مش راضي عنها، دَوّر إنك تعمل الحاجة اللي بتبسطك وتغيّر لك مودك. كمان بقى يا سلام لو الحاجة اللي أنت بتحبها دي ممكن مع مرور الوقت والاستمرارية إنك بتعملها تدُر عليك دخل مادي فيما بعد، بجد دي هتبقى حاجة عظيمة جدًا. تحب حاجة وتدخّل لك فلوس، ما فيش أحسن من كده. صدّقني أنا زيك بالضبط، بس الفرق إن أنا قررت أغيّر من شكل حياتي. أنت كمان يالّا اعمل زيي وحاول تدوّر على الموهبة اللي جواك وما تستناش أكتر من كده. أنا محمد عبد السيد وجاي علشان نحاول نتغيّر مع بعض. ما تنساش بقى اللايك وكمان تشوف الفيديوهات اللي فاتت لأنها هتفيدك جدًا، جدًا في رحلة التغيير، وإن شاء الله هتساعدك إنك إزاي تتغيّر في أي حاجة نِفْسك تغيّرها فيك أو عايز تعمل حاجة بتحبها، والسلام عليكم.